بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأعزاء، حلقة جديدة من حلقات برنامج مهارات أو برنامج مهارات خليجية. حلقة بيختلط فيها الطب النفسي مع علم النفس مع العلوم السلوكية مع مجموعة العلوم الاجتماعية. إدارة الذات موضوع هيحتاج مننا بعد إذن حضراتكم إن أنا أحضر ورقة صغيرة وقلم ومركب عشان نغوص شوية داخل النفس البشرية. عندك استعداد نقرب منك أو منك؟ كيف ترى نفسك وكيف يراك الآخرون؟ الإدراك المتبادل ليا وللغير، أنا والآخر. أنا شايف نفسي إزاي؟ حضرتك شايفة نفسك إزاي؟ كم دور بيتلعب داخل الأسرة وفي الشغل وفي أي مكان آخر؟ هل هذه الأدوار كلها متسقة مع بعض؟ ولا في تضارب بعض الأحيان وفي صراع في أحيان أخرى؟ أقدر أقف كده وأقول إني أعترف أحلى صفاتي وأسوأ عيوبي وغيروني، أو أنا أريد أن أتغير؟ ورب العزة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إدارة الذات. حضري لي حضرتك ورقة بسرعة واعمل لي فيها مربع متقسم ل4 أجزاء. هيبقى معانا طول الحلقة علشان أتحدث عن مجموعة التصرفات والأفعال والأقوال والإيماءات والإشارات اللي بتكون ما يسمى بالاتصالات الإنسانية، واللي بينتج من خلالها تبادل البيانات والمعلومات. أنا في عيوب طبعا، جزء منها معلن وجزء منها معرفوش، وجزء منها مرمي هناك في منطقة تسمى المنطقة المظلمة. وغيري فيه عيوب وفيه مميزات، جزء أنا عارفه وجزء أنا معرفوش. كيف أرى هذه القضية الإنسانية الرائعة؟ إدارة الذات. مبدئيا كده بيتم تعريف السلوك بأنه مجموعة التصرفات والأفعال والأقوال اللي بيصدرها شخص لشخص آخر. هستأذن حضرتك ارفع ايدك كده واختار. أول اختيار: هل أنت تأخذ أولا أم تقدم أولا؟ أو هل أنت تقدم أولا أو تأخذ أولا؟ أنا أقدم أولا ثم أخذ ثانيا، أو آخذ أولا ثم أقدم ثانيا. النفس البشرية. أنا أولا ولا الآخر أولا؟ الأسرة والأهل والزوج والزوجة والأولاد والرئيس في الشغل والزملاء والناس في الشارع والتجمعات والأصدقاء والصحبة والأهل والخلان، أنا ولا الغير في الأول؟ وبالمناسبة اتعمل الدراسة لقوا إن أنا بمثل من مجموعة احتياجاتي من الغير، أنا لوحدي 5% والغير 95%. يعني إيه؟ يعني حضرتك روح كده البيت أو حضرتك روح البيت مفيش أسرة، كلهم خرجوا، هيجوا بعد يومين. اتصل بالتليفونات محدش بيرد. اطلب بالتليفون أي حاجة، أي وجبة، أي أخ، أي أخت، محدش بيرد. تضاءلت، خلاص انسحبت في مساحة إنسانية خطيرة اسمها أنا. بدأت الدماء تجري في عروقي وبدأت الحياة تدب في جسدي لما الأسرة جت، لما الموظفين جم الشركة، لما أصحابي جم، لما أخواتي جم، لما أولاد عمومتي جم، لما الخالة جت، لما الخال جه. أنا أولا. اتعملت كده دراسة، الكل قال أنا أولا، ثم اكتشفنا أن الآخر أولا. حضرتك عايز تحب في الحلقة ديت المركب الإنساني بتاعك نهزه شوية ولا لا لا لا؟
من فضلك ما تقربش، ما تقربش. حط لي كده مربع فيه 4 أجزاء بنسميها الإدراك المتبادل للذات، أو كيف أرى نفسي وكيف يراني الآخرون. قول لنا يا عم الدكتور عيوبي إيه لو سمحت؟ واحد بيسألني صفاتي إيه لو سمحت؟ وإيه بقى المجهول اللي بتتكلم عنه؟ أنا بجزأ نفسي ل4 أجزاء. أنا يا بشر، أنا يا إنسان، أنا اللي عايز أتغير، وأنا اللي عايز القوم يتغيروا بأنفسهم كما قال رب العزة، أو كما قال عمر قوموني. أنا عايز أعمل كده. أنا، وأستغفر الله من أنا بين قوسين الاسم بتاعي علي، محمود، زينب، عيشة، فاطمة أو فاطمة، والغير أقرب الناس ليا. أختي العزيزة، افتكري حالا اسم أقرب واحدة ليكي، أختك، مرات أخوكي، زميلتك، سجليها في الخزان الإنساني. هنقول الأخت دي اسمها فاطمة، ها، وزميلتها اسمها زينب مثلا. هنا المربعات هتبتدي تشتغل. أنا يا فاطمة، وخد راجل وليكن علي، ومع الآخر وليكن كريم مثلا أو عبد الكريم، اللي بيرى الجزء الآخر من الكوب. أنا فيا حاجات أنا عارفها، وفيا حاجات أنا معرفهاش. أنا يا بني آدم فيا حاجات أنا أعرفها، وفيا حاجات أنا معرفهاش. والآخر في حاجات فيا هو يعرفها، وفي حاجات فيا هو ما يعرفهاش. مجموعة الصفات والعيوب. كيف أرى نفسي وكيف يراني الآخرون. بقيت في عندي 4 أجزاء. أنا بتكون ومتقطع ل4 أجزاء. أنا موجود في المركب في 4 أجزاء. أنا في حاجات أنا عارفها، صفات وعيوب، وفي حاجات أنا ما أعرفهاش، صفات وعيوب. وغيري، أسرتي، أهلي، ناسي، شركتي، بعض المقربين مني، في حاجات فيا هم يعرفوها، وفي حاجات هم ما يعرفوهاش. نقوم راميين الكلام ده داخل مربع في هذا الشكل اللي واضح قدام حضرتك، وواضح قدام حضرتك اسمه أنا. لو بصينا هنا، أعرف، لا أعرف. الآخرون أو الغير، أقرب الناس ليا، اللي هي زينب مع فاطمة، أو علي مع كريم، أو محمود مع زكريا، أو عبد السلام مع عبد المحسن. أيا كان اللي بيعرفني واللي بتعرى نفسيا قدامه، واللي بشتكي له وبيشتكي لي، او اللي بشتكي لها في غرفه مغلقه، واللي بتنصحني وبترشدني وبتدلني وبتقولي ده صح وده غلط. لا يا فاطمه ما تعمليش كده، لا انا كده. 4 مناطق، 1 2 3 4. انا في حاجات اعرفها والناس تعرفها. منطقه اسمها الوضوح. يا جمال الوضوح. انا عارف ان انا طيب، والناس في البيت عارفين ان انا طيب، وهذا المبدأ او هذه الصفة معلنة. الوضوح. انا اعرف والناس تعرف. واحدة بتشتكي لي جوزها عصبي. يا ستي انت عارفة ان هو عصبي؟ اه طبعا. وهو عارف ان هو عصبي؟ اه طبعا. في احلى من كده؟ احلى من ان هذا او هذه الصفة معلنة وواضحة قدام الناس. انا لما بخش للرئيس بتاعي او بخش للرئيسة بتاعتي، بتديني كلمتين في جنابي، بتكهرب وبتخنق وما بعرفش ارد. وبقالي 5 سنين على كده. واجي تاني يوم اقول هرد، ما بعرفش ارد. الرئيسة بتاعتك عارفة كده؟ اه طبعا. وانت عارفة كده؟ اه طبعا. نحن امام الوضوح يا سادة. نحن امام الوضوح اختي العزيزة واخي العزيز. انا فيا عيب انا ما اعرفوش،
والناس عارفاه. انا فيا عيب انا معرفوش بس الناس عارفاه. دخلنا بقى في منطقة خطيرة اسمها المنطقة العمياء. المنطقة العمياء عندي. انا بخيل، انا ما اعرفش ان انا بخيل والناس بتقول عليا بخيل. انا ديكتاتوري في البيت، انا ما اعرفش ان انا ديكتاتوري. منطقة عمياء عندي والناس بتقول عليا انت ديكتاتوري ومتعسف وبتحب تدي اوامر وبتحب اللي في دماغك تنفذه وما بتاخدش برأي الناس. فوق بقى او فوقي بقى الله. وبقوم حاطط سدود دفاعيه، ما حصلش، بالعكس ده انا وانا كمبررات بحطها لتأكيد المنطقة العامية عندي. يا عم استرشد، ايوه يا ستي استرشدي بمقولة قوموني يعني. اذا لما يكون انا في عيب انا ما اعرفوش والناس بتعرفه، دي اسمها المنطقة العامية. المنطقة الثالثة والخطيرة، انا في عيب انا عارفه والناس ما تعرفوش. دخلنا هنا بقى ايها السادة الاعزاء، آيتها الاخت الكريمة، منطقة اسمها القناع. عايز اخلص مصلحة بلبس قناع، التودد والرأفة وربنا يخليك لينا وخلص لي وانا ظروفي وانا وبمجرد ما بطلع بقى على القناع وكلما ارتديت مزيد من الأقنعة كلما اتسعت منطقة الغيبوبة عندك. وهذا الإنسان بيبقى إنسان جامد الشعور، ما حدش يعرف هو رايح فين وجاي منين. هعمل إيه مع الراجل ده؟ قناع، يرتدي قناع لإنجاز مهمة أو مصلحة. عندما يتودد مرؤوس إلى الرئيس بتاعه وهو في داخله ونحن ليس لدينا مركب للتفتيش عن النفس البشرية، بيرتدي قناع بيسموه الماسك، الألوان اللي بتخبي الوش بتاعي. ده كان موسى، تصور طلع فرعون بمجرد ما امتلك أو بمجرد ما قعد على الكرسي أو بمجرد ما هي تحكمت في البيت. منطقة أخرى بعيدة أرجو من الله أن ألا نصل إليها أبدا، اسمها منطقة إيه؟ منطقة المجهول، المنطقة المظلمة الرابعة اللي قدام حضراتكم. أنا فيا عيب لا أنا عارفه ولا الناس عارفاه. أنا راجل ديمقراطي وأؤمن بالديمقراطية والرأي الآخر، وأنادي وأخطب في أهلي وعشيرتي، وأنا رجل وسط أو أنا سيدة وسط. وعندما أعتلي الكرسي، كرسي الرئاسة في الأسرة بتاعتي، أو اترقيت بقيت مديرة إدارة أو مديرة عامة وفقد الشيء لا يعطيه، يبدأ المجهول في إن هو بيترحل ل3 مناطق. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل للست دي؟ إيه اللي حصل للراجل ده؟ نحن يا سادة أمام 4 مربعات ذهبية صاغها 2 من العلماء بيتحدثوا عن كيف أرى نفسي وكيف يراك الآخرون، وكيف يمكن استخدام هذه المربعات الذهبية في تحسين علاقاتي وأفعالي وتصرفاتي مع الغير. طيب عايزين نتفق على حاجة. أنا شايف نفسي إيه؟ حلو؟ حلو. نفسي أبقى إيه؟ جميل؟ جميل. الناس المقربين مني شايفيني إيه؟ حلو؟ حلو. الناس المقربين مني
نفسهم ابقى ايه؟ جميل جميل. انا قدامي اتنين جميل وقدامي اتنين حلو. كل ده بيترجم في شكل ما بيسمى مفهوم الذات. مع المربعات الاربعه انا عايز اتغير بقى. في عندك سكه للتغيير؟ اه طبعا. في شويه حاجات كده نتكلم فيها؟ اه طبعا. اقدر اكبر منطقه الوضوح؟ اه طبعا. اقدر اقلل المنطقه العاميه ومنطقه القناع والمنطقه المظلمه؟ اه طبعا. اقدر انفرج على الغير؟ اه طبعا، بشرط ان يتوفر فيك حاجتين للتغيير هنتكلم عنهم كمان شويه. بس انا ايه يعني؟ ونفسي ابقى ايه؟ واول ما اسمع كلمه اداره الذات، اول ما بروح على كلمه اداره، اول ما تسمع او تسمع حضرتك كلمه اداره، ما معنى اداره؟ مليون تعريف، بس في جزئيه المهاره على طول تقوم رايح لكلمه اسمها تخطيط. انا ادير، انا اخطط، في البيت بخطط، مع الاهل والاصدقاء بخطط، في الشغل بخطط. انا مدير، اذا انا اخطط. والمدير هو الذي يدير المنزل، وهو الذي يدير رحلة طالعينها، هو الذي يدير جماعة معينة، هو الذي يدير حلقة مناقشة دينية، هو الذي يدير فريق كرة قدم، هو الذي يدير فريق إلى آخره. إدارة، أنا بدير، ها، ومعايا المربعات الأربعة، ومعايا 4 مناطق. أنا عايز أبقى إيه وأنا إيه، والناس شايفاني إيه وعايزاني أبقى إيه، علشان يبقى فيه حركة في المركب اللي لازم أهزها، وأهزها بعنف. وانام وفي عسكري كده بيجي لي بالليل، انت عملت كده غلط، المفروض تعمل كده. او بروح اقعد في مكان وافتح الصفحه البيضاء في علاقتي بالناس، معذورين، الناس معذوره يا اخي، حرام. واقوم مطبق مدخل ذهبي رائع اسمه ما يمكن سوء فهم. الله. انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يا اخي انا ليه بفترض قضيه ساحقه انا وبعد الطوفان؟ الله يا اخي، يا اخي ده انا مسلم يا اخي، واسلام الوسطيه بتاعنا الرائع الجميل المبدع المبتكر الفعال الاخاذ، اللي بيضيف لي قيم في 76 78 شعبه او درجه، وكل ما بطلع لدرجه بزود منطقه الوضوح عندي من خلال تبادل البيانات والمعلومات. اقعدي كده مع اولادك، ادي لهم ورقه واكتبي ورقه، تقولي لاولادك انتوا عايزين مني ايه يا اولاد؟ اكتبوا توقعاتكم، واكتبي توقعاتك اللي انت عايزاها من ولادك. هحس بيه تباعد ولا اقتراب، تباعد ولا تطابق؟ هتفاجأ بحاجات مذهلة. جيل غير الجيل، تربية غير اللي تربيناها. دخلنا في عصر اسمه تكنولوجيا الاتصالات. تكنولوجيا الاتصالات، من اول الراديو الكبير اللي كان بيتحط في الدار او البناية او الشقة او الحوش كما يقول الاخوة الاعزاء الليبيين، او البيت او الدار، لغاية موبايل محمول جوال بيخلينا نشوف اللي قدامه. ده حتى الجوال ده بدأ يعري المشاعر الإنسانية. إزاي؟ كنت الأول بتكلم الرئيس بتاعي في الشغل، يقول لي أمر وأنا نايم منهك تعبان، أقول له حاضر، وحاضر وأنا ملامح وشي كلها طبعا حاضر يا فندم، حاضر، وأنا عمال بدعي تعبان. دلوقتي هو شايفني وأنا شايفه، لما بقول له حاضر هي الحاضر، بلبس قناع. شايفين التكنولوجيا وصلتني لايه؟ طبعا يا فندم. لا 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 لا، الساعه 2 بالليل؟ لا ده لسه بدري، اسف، ده احنا بننام بعد صلاه الفجر، بنام ساعه وبنزل اروح الشغل. ده انا معدل ساعات اليوم بتاعي ساعه، واديني من وقتك ساعه يا سعاده الريس. او بقول للرئيسه بتاعتي كده، اديني من وقتك ساعه، اختي العزيزه زينب او فاطمه زي ما اتفقنا على البعدين دول. ولا انت تبحث، او انت اختي العزيزه تبحثي عن ما يسمى بتكنولوجيا التواصل
الإنساني. الله، أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. ما تيجي نلعب في منطقة الوضوح شوية بقى، ونتبادل بيانات ومعلومات، ونقعد على الترابيزة بتاعة المنضدة الإنسانية، أنا عايز إيه وأنت عايز إيه، ونتبادل الأدوار، ونشجع ثقافة الاختلاف، ورأي صواب ويحتمل الخطأ، ورأي خطأ ويحتمل الصواب، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك إما اعتدلت واعتزلت، ومن كان منكم بلا خطيئة. قصة إنسانية رائعة، نتكلم، طلع اللي جواك، ما تخليهوش في منطقة القناع أو المنطقة العامية، طلع، فرغ اللي في صدرك، اركب، هز المركب. طب أنا هعرف إزاي؟ أقف كده، النهاردة سنة كام؟ النهاردة يوم الجمعة 2007، من 3 سنين. إيه الميزة اللي دخلت في البنك الإنساني بتاعي، وإيه العيب اللي خرج من البنك الإنساني بتاعي؟ وهذا البنك الإنساني اللي بيسمى بنك المشاعر أو بنك الأحاسيس أو بنك علاقاتي مع الناس، الإيداع قد إيه والسحب قد إيه؟ أودعت في البيانات والمعلومات إن أنا قدام الناس إنسان طيب، بينجز المعاملة، بيحفز، بيدرب، بيوجه، بيتصل، بيعفو، بيحاسب في غرفة مغلقة، بيكافئ علنا، ارمي إيداعات، بيعذر. وسحبت من انا عندي ايداع وعندي سحب، بطرد بقى. لا، ما عنديش ديكتاتوريه. انت من 3 سنين كنت ديكتاتوري، كنت عصبي، كان في غضب عليك، الحديث بتاع حضرة رسول الله، غير المكان، غير، قوم اتحرك، روح شمال، روح اتوضى يا اخي. كله موجود في اطار المنضده الانسانيه. اختي واخي العزيز، كله متاح. كيف ارى نفسي وكيف يراني الاخرون. الام العظيمه اللي قاعده في بيتها بتلعب ما يسمى بالدور، عشان بس ابين للزوج انا والاخر، الام والزوجه والبنت لاهلها والصديقه لجيرانها والموظفه في شغلها والحبيبه لجوزها، الزوجه. اول موقف عندها اسمه اقتراب. اول دور، في دور اسمه اقتراب ودور اسمه اقتراب. بحب بيتي وبحب شغلي، الله. بحب جوزي وولادي وعيالي وبحب اهلي، الله. في نوعين من العشاء يا ولاد، تتعشوا ايه؟ سمك ولا لحوم؟ وكلاهما ولادي بيعشقوه، هكذا تقول هذه السيدة، الله. اقتراب. نحب نذاكر ونمتحن من غير غش لكي نحصد ونحصل على درجات تفوق. يا جمال النور، ما شاء الله، الله 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 الله. ايه الاقتراب والاقتراب ده؟ بس الدنيا مش جميله كده بشكل، لا، نقوم نازلين مرحله تانية بقى، اقتراب، ابتعاد. بحب شغلي قوي وجوزي بيقول لي اقعدي في البيت، لا انا قادر اقعد ولا قادر استنى. بحب شغلي قوي وليه يا ريس مطلع عيني وديكتاتوري ومتسلط ويعتقد انه ما حصلش في هذه المؤسسه.
او بنت صغيره في الثانوي بحب التعليم قوي، بس الكيمياء دي ولا الماس ده بكرهه، ورغم ان انا نفسي اذاكر. اقترابي ابتعاد. مراتي بتقول لي اقعد في البيت، ادينا وقت، ادينا وقت. ايه يا عمنا فوق ليل ونهار. وبحب شغلي قوي ومتفوق فيه ومبدع فيه، زائد وناقص، سالب وموجب. قعدت في البيت الدخل هيقل، هضرب بوش برين. اديني قعدت لك يا ست الناس. رحت الشغل الدخل هيزيد، هتضرب بوزها شبرين. سلام عليكم وعليكم السلام. الاكل اقتراب ابتعاد. ثالثا بقى ابتعاد بقى. لا انا عايز انجح ولا عايز اروح امتحن، لا انا طايقه بيتي ولا طايقه شغلي، وهي مقضيه وماشيه. لا بحب الاكل ده ولا بحب الاكل ده. انا مش عارف اتصرف ازاي. قول لي اتصرف ازاي. ما بحبش. اذا يجب ان ناخذ مفردة رائعة وخطيرة اسمها حابب. بحب شغلي، بحب الناس، بحب ولادي، بحب جوزي. حابب. ولو انا مش حابب انا عندي 100 سبب يقنعني ان انا لازم احب. خلاص، هذا هو المربع اللي انا موجود فيه. وسع منطقة الوضوح، كبرها شوية. اختي العزيزة كبري الوضوح. ارمي بعض او كل او جزء من الاقنعة اللي بتحيط بينا. كيف تفض اشتباك تعارض الادوار اللي انت بتلعبيه في البيت؟ عندك الذكاء الاجتماعي. في حديث ما معناه وارجو ان انا اكون مصيب فيه، لما عائشة قالت للحبيب اجمع زوجاتك وقل لهن انني احب زوجة الى قلبك، فابتسم الحبيب واخرج درهما من جيبه ودسه في يدها وقال لها لا تخبري احدا انني اعطيتك الدرهم. ومر على جميع زوجاتي ودس درهما في كل يد. وما بعد حين جاءت زوجات الحبيب عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، وجلس وابتسم وقال لهن من تدس درهما في يدها فهي أحب زوجة إلى قلبي. ذكاء اجتماعي. عفوا معانا اتصال، اتفضل. السلام عليكم. أيوه. طيب، إذا منطقة الوضوح أختي العزيزة أخي العزيز بتتطلب مزيد من تبادل البيانات والمعلومات. عندما يذهب شاب لخطبة فتاة فيطلب الأهل، عندنا كده القيم والأعراف كده في كل العالم العربي، أن تعطي لنا يا ابني فرصة لكي نسأل عنك. عندنا في مصر يقول لك ادينا أسبوعين نسأل. ما معنى نسأل؟ نرسل فريق بحث يجمع بيانات ومعلومات عن هذا الرجل حتى تنحسر المنطقة. اتفضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. ألو. حتى يبدو ان الاتصال اتقطع واحنا بنتكلم في الاتصال الانساني. يمكن الاتصال اتقطع في تكنولوجيا الاتصالات، من اول الراديو الكبير لغايه الموبايل ولغايه اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار سيادتك؟ ربنا يبارك فيك. والبرنامج بتاعك حقيقه رائع رائع. ربنا يبارك فيك. وحضرتك نور. الو. ايوه يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. حضرتك نور يا دكتور؟ نعم.
حضرتك نوبي من اسوان؟ لا انا مش نوبي، انا اتمنى ان انا اكون نوبي طبعا. لو لم الله اكن يخليك، الله لو يخليك. لم اكن طنطاويا لوددت ان اكون نوبيا. الله يخليك يا دكتور. ربنا يبارك. مين معايا؟ من اسوان يا دكتور. لا مين معايا حضرتك؟ فيصل. اهلا وسهلا يا استاذ فيصل. ماشي، اتفضل. الله يخليك يا دكتور. اتفضل يا استاذ فيصل. الله يخليك. سلام عليكم. شكرا. شكرا للاستاذ فيصل من اسوان. اذا في تكنولوجيا الاتصالات الانسانيه بنتحدث عن الذكاء الاجتماعي، وبنتحدث عن حاجه تانية برضو مهمه جدا عشان تزود منطقه الوضوح. يعني انا لما اجي عايز ازود منطقه الوضوح عندي، ودي المنطقه السحريه، تشوف بعمل ايه في منطقه الوضوح عندي يا جماعه. شايف دي 70% بعد ما كانت 25% في الاولانيه، 70%. بعمل اتصالات، والاتصالات هي ارسال واستقبال المعلومات. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مدام هدى البنك الأهلي حلوان. اهلا يا اخت هدى، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا دكتور. اتفضلي. دلوقتي أنا بشتغل في البنك الأهلي بقالي 32 سنة في البنك. نعم. والبنك اترقيت في مسابقة في البنك وسرقوا الترقية. عملوا ايه يا فندم؟ سرقوها. سرقوها؟ أيوة، ماضي على رئيس طب المجلس. نغير بس لفظة سرقوها. اقتبسوها. ودوها في منطقة المجهول. هم بصراحة سرقوها بالعربي. اتفضلي. سرقوها. نعم. وبعدين هم 6/4/2001 أنا مترقية. نعم. سرقوها وادوني ترقية مزورة في 6/2001 برضه. نعم. مزورة. نعم. وبعدين راحوا سايبيني زي ما انا وبهدلوني وادوني تقارير جيم وحوافز ب. نعم. بهدلوني عشان انا اتكلمت واشتكيت في البنك المركزي والرقابة على البنوك، ورغم كده قالوا لي برضه الترقية اتلغت والترقية ما تتلغيش. نعم. ادوني ترقية بعد سنة و8 اشهر ودوني فرع الزيتون. نعم. عملت فيها شغل جميل جدا، وفي الاخر بعتوا لي واحد اسمه عبد الله صالح مفتش اداني تقرير وحش علشان مضطهدني. طب هو حضرتك السؤال ايه بقى؟ اتفضلي يا اخت العزيزه. السؤال عايزه اوصل صوتي لرئيس المجلس. رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. طيب اخد اسم حضرتك الثلاثي لو سمحتي. ماشي، انا رفعت قضيه على البنك عشان تبقى عارف. طب اديني ساعتك الاسم الثلاثي بس. هدى محمد امين. هدى محمد امين في البنك الاهلي فرع حلوان. البنك الاهلي حلوان. مراقب استثمار الف ب. ربنا يتولانا ونقدم. امين يا رب. انا واخده بكالوريوس تجاره سنه 90. يا اهلا وسهلا. هو حضرتك عارفه ان ربنا بيمهل ولا يهمل. طبعا. وحضرتك التليفون بتاعي في الكنترول، حضرتك تاخد التليفون وربنا يسهل ونشوف نقدر نعمل ايه. يا رب يخليك. هو ده نفس الرقم التليفون هو؟ ايوه يا فندم. يا رب يخليك. انا عايزه اوصل صوت رئيس المجلس ان المفروض هو رقى ناس واخدين هي بعد اذن حضرتك عشان بس الوقت، انا خلاص الرساله. عارفه انا متشكره جدا. لا انا تحت امرك واشكرك على الاتصال، وزي ما قلت لحضرتك ربنا بيمهل ولا يهمل، وارجو ان حضرتك تلتزمي كعادتك بالصبر والصمت الى حين ياذن الله في الامر باذن الله تعالى. شكرا. اهلا وسهلا. معانا تليفون. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. محمد سعاده مع حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. انا سعيد جدا ان انا بشوف حضرتك النهارده على التلفزيون. ربنا يبارك فيك يا اخي محمد. حضرتك هو البرنامج هيفضل مستمر معانا على القناه على طول؟ ربنا ييسر، وان شاء الله هيبقى باذن الله تعالى بالاتفاق مع المجموعه الكتيبه المقاتلين اللي هم بيعملوا ويخرجوا البرنامج ويعدوه. هيبقى ان شاء الله كل جمعه اعتقد هيبقى فيه برنامج مهارات موجه اصلا للاخت الخليجيه، وبندخل برضو مجموعه المهارات الخاصه بيه علشان ما حدش يزعل يعني. تمام. انا كنت عاوز اسال سؤال حضرتك، ازاي ان انا استخدم المربع اللي حضرتك وضحته لنا من شويه، ان انا استخدم الاخرين في الوصول الى الهدف، او مش بمعنى استخدمهم، ازاي انهم يساعدوني ان اوصل الهدف بتاعي من خلال المربع اللي حضرتك عرضته، اللي هي منطقه الوضوح والمنطقه العمياء والمنطقه المظلمه. شكرا جزيلا يا محمد. حاضر، عينيا الاثنين. انت خريج ايه يا محمد؟ شكرا. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك. مين اختي؟ مين معايا يا فندم؟ حليمة من السعودية. اهلا وسهلا. ازيك يا اخت حليمه؟ نعم. ازاي اهل السعوديه؟ الله يخليك، بخير الحمد لله. فين ازي حضرتك؟ فين في الرياض ولا جده ولا فين؟ لا، من الرياض. طب تقري لنا الفاتحه بقى وتوصليها لغايه مكه ان شاء الله. ان شاء الله، الله يبارك لك. اموري. الله يخليك. عايز اسال حضرتك يا دكتور، عندي بالنسبه لجوزي دايما بيكون يعني غامض وفي نفس واضح، وفي نفس الوقت عنده غموض. هو عنده غموض. يعني ما بيعلنش اللي جواه خالص. لا، يعني مثلا امبارح يعني عزم اخواته وشدد عليهم في العزومه وكده، وصبح النهارده بيقول لي لا انا مش هستقبل حد، انا مش عايز حد. مش عايز دايما يعني بتحصل مواقف زي كده يعني لا عفوا، مش عايز بيتراجع فيها. مش عايز استقبل حد. عزم اخواته وانت عملت الكبسه وعملت كل حاجه وظبطت الدنيا. لا، هو على طول قال لي انا مش مستقبل حد بكره. وانت حطيتي في موقف محرج انك انت اتكلمتي بالتليفون، اعتذرت لهم. ايوه. يعني حضرتك اللي شلت الليله يعني. لا طبعا هكون انا اللي في وش المدفع زي ما بيقولوا، هياخدوا فكره ان انا اللي بطلت او ان انا اللي لغيت العزومه. طيب ما احنا كنا لسه يا اخت حليمه متكلمين شويه عن حاجه اسمها الذكاء الاجتماعي، ازاي اتصرف. وانا اعتقد ان من خلال الدقيقتين اللي حضرتك اتكلمت فيهم ان حضرتك عندك من الكياس والفطنه ان انا ممكن اتعامل مع المواقف او المواقف المشابهه. يعني الراجل سبحان الله، يعني الراجل عازم اهله، تعالوا اتغدوا عندي بكره، وسن الاهل اسنانهم وجايين يقضوا وقت اجتماعي اسري انساني رائع، يا حول الله يا رب، وقالوا لغينا مرفوع من الخدمه، كارت الشحن خلص. ايها الزوج العزيز ارحم، ربنا بيرحم. يعني لو انت لو اتصلت باهل زوجتك وعزمتهم ولغيت، في مبرر، انما المبرر اقوى. ده المنطقه العاميه هنا، او متاسف منطقه القناع هنا، ايه السبب؟ هل في سبب جوهري ولا كده خلاص طاستي طاعت خلاص مو عازم حد؟ اتفضل. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه دكتور ابراهيم. ايوه، مين معايا يا فندم؟ ازيك يا دكتور ابراهيم؟ مين يا فندم؟ دكتور حنفي سليمان معاك يا دكتور ابراهيم. معلش، في حته شخصيه كده، انا بتكلم عن انسان بيمثل لي الاب والاخ الكبير، وبيمثل لي جزء خطير جدا من حياتي، وانا استاذنت منه امبارح الكلام اللي هقوله ده. هو فالراجل الدكتور حنفي سليمان احد العلماء الكبار قوي في مجال العلوم السلوكيه والانسانيه، فانا بشكره على الاتصال. اتفضل يا فندم. شكرا يا دكتور ابراهيم. اولا انا باسف ان انا ما حضرتش كل الحلقات اللي انت قلتها، وسعيد جدا ان انا اشوفك النهارده في الخليجيه، وسعيد اكتر ويشرفني ان انا ابقى مستمع ليك النهارده وانت بتتكلم عن موضوع اداره الذات. نعم. في الواقع يا دكتور ابراهيم، يعني يمكن في كام نقطه كده احب ان انا اشوف تعليقك عليهم. اتفضل يا فندم. عشان ننتقل من المناطق العمياء والمناطق الاخرى والقناعي الى اخره، يجب ان احنا او اعرف رايك فيما يتعلق بالشخصيه الانسانيه. نعم. قد اكون انا تربيت بشكل عنيد او تولدت عندي شخصيه عنيده، فلما تيجي تقول لي والله حاول تحرك الى منطقه معينه بتتحكم فيها هذه الشخصيه، وده بيؤكد الصعوبه في العلوم السلوكيه والسلوك الانساني زي ما انت اشرت فيها الاول. وبالتالي انا رايي ان الشخصيه الجزء ده ينفصل عن محاوله التحرك داخل هذه المربعات الاربعه. نعم. الحاجه الثانيه يا دكتور ابراهيم ان الدافع يجب ان يتولد هذا الانسان دافع على ان يتغير، وطالما ان هو شايف نفسه في الصوره البراقه يبقى ده كلهم ما يسويش عنده حاجه. اللي انا عايز اقوله يمكن وده قطعا انت استشهدت بكذا حاجه كده دينيه، ان الانطلاقه الحقيقيه لعمليه التغيير بتتطلب ان يكون هناك ايمان من الانسان. نعم. بمعنى ان الايمان ما بيتكلمش عن الحقيقه فقط، بيتكلم ايضا عن الحق
ولو كان الإنسان إيمانه قوي يستطيع أن يتصدى لكل شيء ويعترف بكل شيء سواء كانت ميزاته أو أخطائه والآخرين. فاللي أنا عايز أقوله إن إحنا جزئية الإيمان تضاءلت جدا مساحتها في نفوسنا، الأمر اللي بيخلينا كل ينظر إلى نفسه وبعضه يأتي الطوفان. نعم. مرة أخرى أنا سعيد جدا إن أنا أسمعك النهاردة. بعد إذن سعادتك يا أسمعك فندم دكتور حنفي، مستمرة. أرجو أن سعادتك يعني خلال الفترة المقبلة نستضيف سعادتك، لأن واضح أن سعادتك برضه ما زال النهر لا ينضب أبدا. الله يخليك. وأنا شاكر فضلك، شكرا جزيلا. شكرا. الأستاذنا الدكتور حنفي سليمان بيتحدث عن 3 نقط مهمة جدا، بس احنا في سياق هذا البرنامج يا البحر نعمله نقطة يا نقطة يعملها بحر، ولكن بشكل عام في عندي الشخصية الإنسانية علشان أحركها جوه المربعات ديت، وعندي الدافع وعندي الإيمان جزء إن أنا عندي استعداد أتغير ولا لأ. وأنا هرجو من حضراتكم أختي العزيزة وأخي العزيز إن احنا نستضيف هذا الرجل الذي له قيمة علمية خطيرة جدا في المجتمع المصري، حتى يضيف لنا من نهره الذي لا ينضب القليل أو الكثير مما يعطيه في مجال مدرسة العلوم السلوكية الذي هو يعتبر في جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي قاطبة أحد روادها. بأشكره وبحييه. وكان في الزميل العزيز محمد سعادة بيكلمنا على الأهداف، إزاي الأهداف دي بتساعدني. أنا عندي 3 أنواع من الأهداف، دي وجهة نظري في حياتي بشكل عام. في هدف اسمه هدف مرغوب أخي العزيز محمد، وفي هدف اسمه هدف مرضي، وفي هدف اسمه هدف واجب، وأنا بتحرك من خلالهم. وممكن المربعات ال4 ببقى امتى في المنطقة العامية، وامتى في منطقة القناعة، وامتى في منطقة المجهول. أنا هدف مرغوب، أنا عايز أبقى أحسن واحد في الدنيا، عايز البنك بتاع الأحاسيس الإنسانية يتحط فيه رصيد كثير جدا من الإيجابيات والحسنات ويتسجل لي في ميزان حسناتي، من أول الحق والخير والصراحة والصدق والموضوعية إلى آخره. ده هدف مرغوب. أنا عايز أترقى خلاص، أنا عايز أوصل إلى أعلى مكان فيه، عايز أقف كده على باب المؤسسة اللي أنا فيها وأقول أنا عايز أبقى أنا نمرة 1. أنا على مجال الزوجة تقول لك أنا عايز أبقى نمرة 1 على مستوى الأسرة الكبيرة، وعايز أحقق طموحي وطموح أولادي. وكل ما الأداء بيقرب من الدافع، كل ما الأداء بيقرب من مستوى الهدف الدافع بيقل، فبنقله لمحطة تانية. أنا عايز أبقى كده، هدف مرغوب جميعنا يسعى إليه، وفي سباق إنساني رائع، وفي مضمار المنافسات الإنسانية الرائعة والمراكب الشراعية وغير الشراعية. كل يذهب، وكل بالتوازي أو التتابع، كل موجود. وفي هدف مرضي، الحمد لله رب العالمين. هي ذاكرت وجابت 92، الحمد لله. احنا كنا عايزينها سقف الطموح بتاعها 98 99 100%، عايزينها تطلع الأولى، بس الحمد لله دي إمكانياتها. سعت وربنا كلل لها السعي ده بهذه الدرجة في ظل ظروف بيئية معينة وأستاذ معين وطلبة كده. هدف مرضي. عايز أعمل شوية توازنات ما بين إن أنا بروح الشغل وبعدين لازم أرضي الأسرة بتاعتي برضو، من حقهم عليا ومن حق أولادي عليا إن أنا أقعد وأعلمهم القرآن وأعلمهم القيم وأوديهم المناطق التاريخية في بلدي والمناطق، وأعرفهم وأزود وأنمي عندهم الإدراك المتبادل بمزيد من البيانات والمعلومات. وزي ما قال أحد العلماء، في عندي نوعين من البشر، يا نوع يا إكس يا نوع واي، وده هنتكلم عنه بعد كده. بني آدم تابع وبني آدم مستقل وبيحب الحرية والحركة، وبني آدم ما تنورش لو سمحت، خليني كده متغطي كده. وهدف أخير اللي هو الواجب، الماست، الحد الأدنى من ضروريات الحياة. ما ينفعش، لازم أعيش.
ولازم اعمل هرم كده متدرج اسمه هرم الاهداف، وارجو ان محمد يكون سمعنا، او هرم الدوافع. في وسط الكلام ده كله بأندس وسط البشر ووسط الطاحونه بتاعت الدنيا الغريبه والعجيبه. ويا ترى اثناء هذا هلبس قناع؟ هل القناع بيتفق مع شخصيتي ولا بيختلف؟ هل المنطقة العامية بتاعتي، هل أنا عندي المنطقة العامية بالمناسبة الغير بيغيرني بيقومني. منطقة القناع التغيير هنا بيبقى ذاتي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذاتي. وعشان أتغير لازم زي ما قال الأساتذة الكبار العلماء في مجال السلوكية، لازم نمبر 1 أو نمرة 1 أختي العزيزة أخي العزيز يبقى عندي حاجة اسمها حساسية اجتماعية. أحس يا أخي، أحس يا أخي. قاعد اتكلم في وسط الناس والناس ساكتة يا أخي أنت في معزة يا أخي، حس، اسكت يا أخي. ما تجيش في الاستاد وتقول لفظ بذيك يا أخي. حس. معقولة؟ والله تصور إن أو إيه عادي خالص، ما كل الناس كده. وابدا ارحل المسؤوليه. وايه كلمه عدت يعني؟ هتعلق لي او هتعلقي لي المشنقه؟ في ايه؟ حس. الله. والاحساس نعمه. حس يا اخي. ما بتعرفش تحس؟ ما فيش عندك جهاز استشعار. خلاص عندي حساسيه اجتماعيه، اللي بعديها على طول مرونه سلوكيه. يعني انا انسان مرن، مانيش جامد الشعور. انا في عندي واحد عنده حساسيه اجتماعيه وما عندوش مرونه سلوكيه. طبيب القلب داخل بيشرب سيجاره وبيدي محاضرة بيقول يا جماعة التدخين ضار بالصحة، وهو ماسك سيجار، والسيجار أخف ضرر لأن نسبة النيكوتين، ودخل لي في التبرير بأشكاله اللي هنعرفها بعد كده المختلفة. ما هو يا دخن يا ما دخنش، يا حس يا ما حسش، انتهى. ما عنديش غير كده، أنا ما أعرفش غير كده. أختي العزيزة، حساسية اجتماعية ومرونة سلوكية. واحد يبقى عنده حساسية اجتماعية ولا يتغير، طبعا التدخين ضار، بس مش قادر. بقعد مع الشباب في ديوانية وبنشيش بس مش قادر. بعمل جلسة نميمة محترمة بس مش قادر. ومالناش دعوة بقى، ودع الخلق للخالق. ولا انا اكتشفت ان كده غلط فلازم اتغير. ده التغيير الذاتي. قضية التغيير المفروض بقى اللي من الاهل بيمارسوا ما يسمى بالضغط الاجتماعي. احنا رايحين نصلي، تيجي معانا ولا لا؟ وبعد ما نصلي هنروح نلعب ماتش كوره وهنطلع رحله، مش هتيجي معانا. نار جوايا بقى. احد الشباب اللي زي الفل بيقول لي ما كنتش بصلي واشتغلت في شركه بترول وحدفوني بالنص كده على الجبل هناك بيسموها جبال البترول اللي بينتجوا فيها البترول. فوجئت ان ميعاد العمل الساعه 6 فجرا، بعد الفجر الساعه 6. فاضطريت، شوف اللفظ يا اختي العزيزه، زي الزوجه اللي بتتجوز وبتضطر تقوم بقى الفجر عشان ولادها اضطريت اقوم الفجر. فوجئت الناس كلها بمجرد ما بتقوم الساعه 5 في الشتاء تذهب للوضوء وتصلي. فاتكسفت، اذا انا عندي اضطريت، وبعدين عندي اتكسفت، فاضطريت اساير يعني هصلي. اصبح الان يؤم هؤلاء البشر في الصلاة، أصبح إمامهم. لا إله إلا الله، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا إله إلا الله. وربنا غفر لي الذنوب وبيسامح. ربك بقى اللي هو رب العزة بيسامح. ما تسامح وتوسع منطقة الوضوح يا عمنا أختي العزيزة.
ايتها الزوجه العزيزه، وات ايفر، ايا كان سامع. واصبح يؤم الناس في الصلاه بعد ما كان مكسوف. ده عنده كما تفضل استاذنا الدكتور حنفي، الشخصيه الانسانيه يعني عنده طيعه، عنده حس وعنده مرونه سلوكيه. في واحد بقى لا عنده لا حس ولا مرونه سلوكيه. يبقى انا هنا عندي 3 انواع علشان اتغير من خلال هذه الدهاليز السحريه ال4. واحد حساسيه اجتماعيه، احس ولا لا؟ حس على دمك، عندي، ايوه، تصور انا غلطت، انا كدبت، تصور انا غشيت في الامتحان. هديك فكر بعض الشباب، التضارب والتعارض، معدي على ولد في لجنه سايب اللي جنبه بيغش من اللي بعده. استوقفني الموقف، عجبني. قوم يا ابني، انا اللي اعرفه ان لو في فرصه انك تغش من اللي جنبك. قال لي اصل ده مش فاهم، وهي مساله رياضيه في التسويق، ويا دكتور لما عاوز اغش لازم اغش بضمير. يا سلام، فلسفه الغش بضمير. لا تقول لي بقى لا عاميه ولا اقناع ولا وضوح. الحرامي وهو نازل مراته بتقول له ايه؟ ربنا يسهل لك. نط المواسير وسرق ورجع لها بالتلفزيون. شفت؟ سبحان الله، ربنا كرمنا. ده بقى ملوش علاقه بالمربعات دي خالص، ده انا في غيبوبه. الغش بضمير في غيبوبه، والجريمه الكامله في غيبوبه، وجرائم السلوك الانساني تصرفات وافعال واقوال. اذا اختي العزيزه، انا عندي ذكاء اجتماعي، عندي اتصالات. هديك بس حته من نعمه ربنا علينا. ماشي في الشارع وبعدين بقول لواحد اسمك ايه؟ قال لي اديني نص ساعه، وقام مطلع كده الفيزا كارت بتاعته وحطها، طلع له اسمك عبد الحليم. فجي قال لي تصور انا اسمي عبد الحليم. ده انا بقوم طالب بقول له اسمك ايه؟ بيقول لي اسم الرباعي. اسمك ايه في جزء من الثانيه؟ ايه اللي حصل؟ سمع. انا بدخلك في دنيا وما اوتيتم من العلم الا قليلا، الربانيه الرائعه العظيمه الخطيره الهادره. اسمك ايه؟ قال لي عبد الحليم. جزء من الثانيه سمع، بعت الرساله للاوض اللي في المخ بتاعته، الغرف الخطيره، غرفه الاهل وغرفه الاصدقاء وغرفه الطعام وغرفة الشغل، والبيانات والمعلومات التي تخزن وتستدعى حسب المعلومة وأهميتها وخطورتها إلى آخره. فسر نمرة 2، بعد ما سمع فسر، استوعب، تذكر هو ليه اسمه عبد الحليم، قيم، استجاب، رد. في مدرسة أحمد زويل فهمته ثانية. تخيل انا ماشي كده في الشارع، واحد بيقول لي ازيك يا ابراهيم؟ يا اسمي ابراهيم، يا الله، ده انا بقالي 3 ايام بقول اسمي ايه. وساعات على فكره بننسى. طبعا النسيان نعمه، ما هو التوازنات في المنضده الانسانيه اللي اتكلمت عنها مطلوب جدا، الايداع والسحب. انا لو تذكرت بشكل مطلق هتجنن، او لو نسيت بشكل مطلق هتجنن. في توازن نسبي، وايه اللي بتذكره، ايه اللي بحب اتذكره، وايه اللي برميه على ما يسمى باللا شعور هناك. وما تقربش الموضوع ده لو سمحت، لما بتنرفز لو سمحت. زي السيده الفاضله اللي بتقول لي جوزي عازم اهله وبعدين لغى، صدرني، اداني وش، خلاني اتكلم، خلاني اشيل الليله بالنيابه عنه. مفردات الانصات، سمعت، فسرت، استوعبت، تذكرت، قيمت، استجبت. حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي عبد الحليم نور الدين محمود. لا، اسمك الرباعي عبد الحليم نور الدين محمود زكريا. لا، اسمك الخماسي مش فاكر. طب انا هربطك بقى بمكافأة. لو جبت لي اسم جدك من 6 ل 10 وحفظتهم هديك مكافأة قدرها 5000 ريال، 5000 جنيه، 5000 درهم، 5000 زي ما انت عايز. فورا هيقوم ناطط بالعربية بتاعته او السيارة بتاعته ويذهب الى
السجل المدني لكي يبحث عن تاريخ العائلة لأن له مكافأة. إذا يجب أن أربط التغيير بمكافأة. لو غيرت سلوكك، في فرق بين بغير السلوك وبغير الاتجاهات. هي القضية كلها كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، أحد علماء الأزهر، أحد العلماء المسلمين الكبار: إدراك، وجدان، نزوع. الخواجات بيسموها ايه؟ إدراك، اتجاهات، من للسلوك. لا، هو إدراك، وجدان، نزوع. محمد عليه الصلاة والسلام خلاص دخلت مخي. الوجدان ايه؟ بحب ولا بكره؟ لا، ده انا بعشق. من للسلوك، يجب ان اقتدي بسنته، ويجب ان اكبر منطقة الوضوح، مزيد من البيانات والمعلومات. انا فيا عيبين لغايه دلوقتي انا عارفهم، قولوا لي التالت الله يخليكم يا اهلي ويا حبايبي ويا مجتمع ويا ناسي. عرفوني، قوموني. انا دلوقتي في منطقه وفي غرفه اسمها الغرفه العمياء. وصديقي من يصدقني القول، واقسم بالله انا عندي الحساسيه وعندي المرونه ونفسي اتغير، وانا عايش عشان الثلاث اهداف دول، او هذه الاهداف الثلاث. المرغوب والمرضي والواجب. طلعت من المنطقة العامية، دخلت على غرفة أخرى من الغرف الإنسانية الاتصالية، كيمياء التواصل الرائع، لقيتها القناع. دخلت لقيت 200 قناع، كدبت شوية، نافقت شوية، مش عارف ايه شوية. عندنا في مصر يقول لك مسحت جوخ شوية، يعني هادنت الرايش شوية، الحاجة لازم تمشي. ولع، خلي يا دوبك الأقنعة اللي يعني تندرج تحت باب المجاملة، يعني لا مانع ان انا جامل، بس مجاملة ولا مجاملة رقيقة ولا مجاملة مفضوحة، ولا توصل لمستوى ان عندي مظلمة وعندي منفعة ولازم اخلصها فببتدي اقول حلو الكلام. ما انا ما معيش مركب اخش النفس البشرية، ما معيش. واللي قدام الناس الظاهر، ورب العزة ورب جلاله هو الذي يعلم ما في داخل النفوس والقلوب. اللي بينقذنا حاجة واحدة بس، بيانات ومعلومات. يقعد عميد الكلية مع مجلس الكلية، أنا السياسة بتاعتي، تصرفاتي، أفعالي. دخل لي واحد قال لي فلان قال عليك، فورا بحط قاعدة من 3 أسس. تعالى يا فلان، جه فلان، أقول لسي من الناس اللي قول لي بقى قال إيه، يحمر وجهه خجلا ويتحول عرقه مرقه فيفر بعيدا عن الغرفة. 1، ما تجيش تقول لي كلام. 2، ممنوع الوشاية والنميمة طول ما أنا بتولى رئاسة هذا المكان. 3، أنا لست أو أنت ما أنتيش اللي أول واحدة تقول لي كلمتين في ودانك. في بعض الستات كده بمجرد ما في ودنها كلمتين الدنيا تتقلب، ثم موج هادر نوى، ثم تعود مرة أخرى وتهدى وتبتدي تستوعب. طب ما تزود الوضوح وصنف البيانات والمعلومات، ومين اللي قال وقال ايه وامتى وازاي وليه وفين، وتحت نظرية سهلة قوي وراء كل تصرف دافع. سهلة قوي. وزي ما قلت اختي العزيزة الزوجة المسلمة، مع اولادك علمي قضيتك. اخشى ان احنا نكون وصلنا في زمن الاب الغائب والام المجهده، في زمن المربعات ال4 دي، مش عارف اولها ايه واخرها ايه، وفي سباق عنيف لتحقيق الاهداف المرغوبه، والركوب في العجله بتاعت الزمن العجيبه في 2007
وربنا يرحمنا ويلطف بينا. الزوج اللي هي بتلعب دور الام بتدرب وبتنمي وبتحفز وبتعلم وبتعاقب وبتحفز ولادها، وبتصل الرحم مع اهلها دور اخر، ومع اهل جوزها دور تاني، ولو كانت موظفة مع زميلاتها ومع الرئيسة بتاعتها دور تالت، ومع جيرانها دور رابع، ومع نفسها بقى. لحظة الجميلة بقى لما بتقومي حضرتك قاعدة كده في نهاية اليوم على السرير وتشربي كده كوب شاي أو كركديه أو ينسون أو أي حاجة جميلة. إذن أيها السادة، كيف أرى نفسي وكيف يراني الآخرون؟ كيف أدير ذاتي؟ أنا كل اللي عملته النهاردة إن أنا قلت نقطة كده في بحر اسمه بحر العلوم السلوكية. سعدت جدا بالتليفونات اللي جات لي. أختي العزيزة، أخي العزيز، ونلقاكم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. ولا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.